إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ طبعا لسه منزل فيديو قبل ده على طول، فانتوا ايه ما لحقتوش يعني. لكن الفيديو ده هو الفيديو اللي احنا نروح نجهز فيه المشروب الجميل بتاعنا ونيجي نسمع الفيديو وبعد كده نروح نكمل مذاكره علشان معاكم امتحانات. يلا بينا نبدا الفيديو على طول، مفيش وقت. بس لا، لحظه قبل ما نبدا الفيديو انزل اعمل لايك، اعمل كومنت، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، تعمله مش عايز ما تعملش حاجه براحتك. يلا بينا نبدا الفيديو ده. هنتكلم عن الماده اللي بعد الفرنساوي، والحمد لله الفرنساوي كانت ماده حلوه وظريفه كده وايه، حتى لو تلاحظ بيجيب لك الفرنساوي بعد العربي. ليه؟ لان العربي ماده بيلسعك فيها، بعد كده يجيب لك حاجه ايه تضري، فاهم؟ بعد كده بقى يخش لك على التقيل. انا قبل امتحان الفرنساوي طلعت وقلت لك ان امتحان الفرنساوي يبقى حلو ويبقى ظريف ويبقى سهل، واهو شفت بنفسك الامتحان كان حلو فعلا وظريف وخفيف وحاجه حلوه يعني. ولكن امتحان الكيمياء هنا بقى المره دي انا جاي اقول لك ان الامتحان ده لا، مش سهل ولا ظريف. لا، مش بيبقى سهل ولا ظريف. وقدامك 4 ايام حلوين جدا هنقسم فيهم في الفيديو ده نعمل ايه في ال4 ايام دول بالظبط عشان نقدر نراجع الكيمياء كلها باذن الله ونخش الامتحان جاهزين يعني. علشان كده باكد عليك تاني في البدايه كده، امتحان الكيمياء امتحان لا يستهان به، امتحان من الامتحانات الثقيله، مش بيجي سهل، في فرق شاسع بين الكيمياء والفرنساوي. بدايه كده انا عايز اقول لك ان في الفيديو ده انا مش هرشح لك مدرس معين تراجع معاه كل حاجه. ليه؟ لان دي بتبقى على حسب انت رغبتك، بتحب تراجع مع مين او بتفهم من مين اكتر. ولكن وطبعا وعلى فكره كل المدرسين بتنزل مراجعات ليالي الامتحان، يعني هتلاقي كل المدرسين الموجودين على اليوتيوب كلهم منزلين مراجعات ليالي الامتحان، فدور على اللي انت عايزه. ولكن لو سالنا عن رايي الشخصي تفتكر مين افضل مدرس ممكن نراجع معاه في ليالي الامتحان، فهقول لك بلا شك طبعا هو مستر محمد عبد الجواد. لان المستر ده يا جماعه شرحه سريع تمام، وفي نفس الوقت تطلع فاهم كل حاجه. ايه اكتر باب بيجي منه في امتحان الكيمياء او في 2021 امتحان الكيمياء كان ايه اكتر باب جه منه؟ اكتر باب جه منه هو العضويه، تمام. اكتر حاجه بتيجي في الامتحان هو العضويه، وبتبقى اسئله طويله ومحتاجه حد مذاكر عضويه بجد وفاهم العضويه كويس قوي. علشان كده اول حاجه نبدا نتكلم عنها في الفيديو ده هي العضويه. انت النهارده ادي خلصت فرنساوي، باقي لك شويه وقت حلوين، تقدر تريح 2 3 4، ولكن بعد كده كمل وذاكر جزء من العضويه. هتلاقي ناس كتير منزله شرح العضويه زي ما قلت لك، اتفرج على مستر محمد عبد الجواد، بالنسبه لي ده افضل واحد يعني موجود في الوقت ده. انت النهارده يعتبر بره ال4 ايام اللي قبل امتحان ايه، اللي قبل امتحان الكيمياء. هنبدا النهارده هنذاكر شويه من العضويه، واليوم اللي بعده بكره نكمل العضويه بشكل كامل كده من الساعه 7 الصبح بدري، تعمل حاجه تشربها، تقعد تخلص العضويه كامله. قول لي بقى ايه افضل طريقه للمراجعه؟ هل ان انا اتفرج على اليوتيوب بس، ولا اراجع وحدي، ولا اعمل ايه؟ في الحته دي اقول لك انا عن نفسي ما كنتش براجع مع حد على اليوتيوب، ما كنتش بتفرج على حد، انا كنت براجع مع نفسي وحدي. انا عارف انا محتاج ايه في الفتره دي وعارف ايه الحاجات اللي انا واقع فيها، فكنت براجع وحدي. ممكن بعد ما اخلص مراجعتي مع نفسي واخلص الحاجات اللي انا واقع فيها واللي انا عارف ان انا واقع فيها، ابدا اتفرج على اليوتيوب بقى على المراجعات اللي عاملينها المدرسين دي. وانا ارجح ان انت تعمل كده، وان انت ما تفضلش تتفرج على فيديوهات للمراجعات وبس. اما الباب اللي بعد كده واللي انا عايزك تركز جدا 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 في مراجعته، وهو انا قلت لك العضويه بيجي منها كتير في الامتحان تمام، ولكن بتبقى اسئله عاديه برده مش صعبه ومش لفه قوي. ولكن الباب الجاي ده هو الباب اللي لما بيجيب اسئله لفه واسئله صعبه في الامتحان بيكون منه، وهو الباب الثالث تمام. الباب الثالث ده اي سؤال رخم في الامتحان، اغلب الاسئله الرخمه اللي كانت في الامتحان سنه 2021 كانت كلها من الباب الثالث تقريبا. فالباب الثالث ده احنا هنديله يوم كامل. يبقى احنا كده اول يوم اللي هو بكره يعتبر هنخلص العضويه تمام. اما اليوم الثاني اللي بعده هنخلص الباب الثالث ونراجع كويس قوي الباب الثالث. راجعه مع نفسك وراجعه مع حد على اليوتيوب وحل عليه شويه حلوين،
وافهم الدنيا كده وافرمها من كل حاجه في الباب الثالث، لان زي ما بقول لك الباب الثالث باب مهم جدا 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 جدا. الاسئله الرخمه بتيجي من الباب الثالث. يبقى احنا كده خلصنا اول يومين. اليوم الاول خدنا العضويه، واليوم الثاني خدنا الباب الثالث. بعد كده نروح على اليوم الثالث اللي قبل امتحان اللي قبل امتحان الكيمياء. اليوم الثالث بقى ده هنذاكر فيه الباب الاول والباب الثاني، الباب الاول والثاني مع بعض. الاول والثاني بص، الاول كده كده معلوماته مش كتيره وخفيف كده يعني فاهم، والباب الثاني صغير يعني هو في مسائل وكده والكلام ده كله، وفي شويه الصبغات والالوان، واعتقد يعني الصبغات والالوان دي موجوده في كتاب المفاهيم. فالباب الثاني يعتبر صغير، فالاول والثاني ياخدوا يوم مع بعض وخلصنا. بس عايز اقول لك حاجه، انت عارف الباب الثاني اللي انت بتكرهه سم ده بسبب المسائل الكتير والحاجات دي؟ انت عارف ان الاسئله بتاعت المسائل اللي جت في امتحاني في 2021 كانت اسئله سهله جدا؟ والله العظيم كانت من الاسئله السهله اللي تعتبر لما درجات في امتحان الكيمياء في 2021 كانت من المسائل. انا على فكره شخص بيكره المسائل زيك، وانا بقول لك زيك ليه؟ لاني عارف ان اغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده بيكره المسائل، تمام؟ ولكن سبحان الله يعني والله كانت اسئله حلوه خالص. اسئله المسائل كانت اسئله سهله جدا. في الباب الاول بقى ده انا عايز اقول لك ما تذاكروش حفظ ودش والكلام ده، لا. الباب الاول الاسئله اللي بيجيبها في الامتحان من الباب الاول بتبقى اسئله مبنيه على الفهم المطلق، فهم بس، تمام؟ ليه؟ لان الباب الاول هو اصلا في النظام القديم كان دش، انت احفظ الباب الاول صم تروح تلاقي الحاجات اللي انت حافظها. طب دلوقتي تدخل بكتاب المفاهيم اغلب اللي في الباب الاول اصلا معاك، يبقى ايه الحل؟ في الحاله ديت هو بيجيب لك اسئله معتمده على الفهم. والباب الاول على فكره اكتر باب فيه فهم. انت في الحاله ديت تراجع الباب الاول كويس وتكون فاهمه، ما تحفظش وما تدشش، خليك فاهم الباب الاول وهو كده كده باب سهل والله يعني. الباب الثاني بقى حل مسائل بقى باشكال متنوعه وبتاع وكل الكلام ده. المهم يعني ايه، في الباب الاول والثاني يتخلصوا في يوم واحد بس، علشان اليوم الرابع اللي بعد كده هنسيبه للكهربيه. ولو تسالني على الكهربيه تقول لي الباب الرابع يعني كده. اليوم الرابع هناخد فيه الباب الرابع وهو باب الكهربيه. باب الكهربيه ناس كتير بتكره الباب ده، انا باب الكهربيه ده على فكره بالنسبه لي انا كان احلى باب موجود في المنهج، هو باب الكهربيه. تقول لي طيب اسئله الكهربيه في الامتحان كانت سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. انا قلت لك اتقل اسئله بتيجي في الامتحان الباب الثالث، تمام؟ اسئله الكهربائيه بتبقى عامله ازاي في الامتحان؟ والله يا جدعان اللي حل الامتحان 2021 هيعرف ان ده سؤال جايبهولك اللي هو عارف انت الامتحان بيبقى متدرج، اسئله للناس اللي ايه الضعيفه، واسئله للمتوسط، واسئله للناس اللي مذاكره قوي دي، فاهم؟ اسئله الكهربائيه تعتبر للناس اللي ايه الضعيفه، والله العظيم تعتبر الناس الضعيفه. كانت اسئله سهله جدا اسئله الكهربائيه. الباب ده تحديدا بقى انا برشح لك انك تراجعه او حتى تتفرج على فيديوهات الشرح بتاعت مستر محمد عبد الجواد الباب الرابع، لان مستر محمد عبد الجواد بجد شرح الفصل ده جامد جدا، شرح الباب ده جامد جدا جدا جدا. يعني لو انت اتفرجت على فيديو قبل كده ليا عن الكيمياء فتعرف ان انا ذاكرت اغلب المنهج مع دكتور عبد الله حبشي، ولكن جيت عند الباب الرابع ده تحديدا رحت ذاكرته بقى مع مين؟ مع مستر محمد عبد الجواد، لان عارف ان الشرح الفصل ده هو بيطلعك حافظ وفاهم من الحصه، مش محتاج غير انك تقرا الباب ده تاني بعد كده قرايه بعد ما تخلص الشرح بتاعه، وخلصنا على كده. وده اليوم الرابع. وخد بالك على فكره مذاكره الكهربيه مش هتاخد منك وقت كتير، فممكن تديها نص يوم الكهربيه دي وخلصنا على كده، يتبقى معاك وقت كبير جدا تقدر في الوقت ده تحل بقى خلاص امتحانات شامله على الكل، تشوف الحاجات اللي انت كنت بتغلط فيها قبل كده وتبدا تحلها تاني. وبس بعد ما تكون بقى راجعت المنهج كله وحليت امتحانات في اخر وقت ده خالص، انت خلاص كده خلصت، ما تعملش حاجه بعد كده بقى غير انك تقول انا خلاص قبل ما تنام بالظبط. دي الحاجه اللي انا كنت بعملها على طول قبل في ليالي الامتحانات، وهي ان انا اقول بعد ما اخلص بقى كل حاجه انا عملت اللي عليا الحمد لله، مفيش حاجه تاني في ايدي اقدر اعملها، انا ذاكرت واجتهدت وعملت كل حاجه تتعمل، خلاص اخش الامتحان بقى والله ربنا كرمنا وعرفنا نحل والدنيا مشيت تمام الحمد لله، انا ما قصرتش. والله في اسئله كتير غلطت فيها، في اسئله وقفت معايا، في اسئله معرفش ايه، والله انا ما قصرتش. المهم ان يعني ايه احنا كده خلصنا، وشد حيلك الماده دي مهمه جدا 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 وما بتجيش سهله، اديني بكرر لك تاني الماده دي ما بتجيش سهله، محتاجه مذاكره، ما تضيعش وقت من الاربع ايام. وبس كده يعني، سلام.